لو لسه بتفكر بالطريقة التقليدية إن أنت تيجي هنا على السهم وتختار بالطريقة دي، فأنت بتضيع على نفسك وقت كبير أوي. طيب إيه الطريقة الأحسن من كده؟ السلايسر. بيتعمل إزاي السلايسر؟ الأول هنا السلايسر هو عشان نشوفه، مثلا اتكيت على صنف واحد ظهر لي اللي أنا عايزه وظهر لي اسم المناطق، بعد كده مثلا كتبت هنا ظهر لي الشهور. ممكن أفلتر بطريقة تانية، أفلتر على الشهر فظهر لي هنا الأصناف والأماكن. طيب بعملها إزاي؟ أول حاجة لازم تبقى بيانات عندي على شكل الجدول، فبعلم على البيانات اللي عندي وباجي هنا على فورمات as table وبختار أي شكل أنا عايزه وليكن الشكل ده، وبعدين باجي على insert وأعمل slicer واختار أنا عايز أفلتر بإيه، مثلا باسم الصنف والمنطقة والشهر وأعمل أوكي. ظهرت لي بالشكل ده. وهنا طبعا ممكن أغير اللون زي ما أنا عايز، وهنا ممكن أزودها عدد الصفوف بحيث إن هي تبقى صف مش عمود وليكن بالمنظر ده، بحيث إن أنا أتك هنا هو جاب لي الحاجات اللي تخص شهر يناير بس لو عندك أي أسئلة اكتب لي في الكومنتات، ولو عايز الملف اكتب لي الميل بتاعك، وما تنساش تعمل لايك ومتابعة.